5 حاجات كنت أتمنى أعرفها قبل ما أدخل مجال الكورة. هاي، أنا ياسين، والنهاردة هقول لكم أكتر 5 حاجات كان نفسي أعرفهم قبل ما أخش مجال الكورة. لو أنت شخص لسه هتدخل مجال الكوربريت جديد اللي هو مجال الشركات، حابة أقولك على 5 حاجات هيوفروا عليك الطريق كتير قوي. أول حاجة وأهم حاجة هو إنك تتعلم تقول لأ. مش شرط لأ in a bad way، ممكن لأ تبقى professional way. تعلم تقول لأ، أنا محتاج وقت أكتر عشان أعمل الحاجة دي. لأ، أنا مش حابب إن أنا أعمل الحاجة دي بالطريقة دي، ممكن نعملها بالطريقة كذا. برضو وانت بتقول لأ حاول تدي حلول بديلة، يعني مش بس لأ and that's it. الناس تقول لأ ده مش هيخليك امبلي مش شاطر enough، او مش هيخليك حد مش بيحب الشغل enough. بالعكس، ده هيخليك حد قلبه على الشغل، هيخليك حد عايز يطلع الحاجة بأكتر طريقة perfect. بلس انه هيخليك انت قادر تكمل، لان كل ما هتقول تمام at some point هتحس ان انت خلاص you had enough، وان انت جبت اخرك ومش هتقدر تكمل anymore. فان انت تقول لا، ده بيسيف الانرجي بتاعتك فيما بعد، غير الضغط العصبي والنفسي اللي هيكون عندك. انت كمان هيبقى عليك لود شغل كتير جدا، و100% هتسقط حاجات. 100% مش هتكون perfect في كل التاسكس اللي انت بتعملها. ده غصب عننا لان احنا بني ادمين. كمان هيخلي اي حد غصب عنه يتوقع دايما الاكتر، لان انت دايما بتقول دايما غصب عنه هيبقى متوقع اكتر. تاني حاجة وهي ان مسماك الوظيفي لا يحدد قيمتك. ان انت يبقى اسمك كول سنتر ايجنت، ان انت يبقى اسمك مانجر، ان انت يبقى اسمك ايا كان غفير وزير اي حاجة، ده ما بيحددش who you are، ما بيحددش انت تعرف تعمل ايه وما تعرفش تعمل ايه. اللي بيحدد ده هو سعيك، شطارتك، وبذلك للمجهود اللازم عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. ده فعلا اللي بيحدد انت. كمان حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لي وهي شخصيتك. ان انت يبقى عندك وعي اجتماعي، ان انت يبقى عندك ثقافة ومبادئ في ان في حاجات تنفع وحاجات مش ينفعش. حتى في الشغل انا مش من انصار او مش من مدرسة ان الشغل مفهوش عواطف، او ان الشغل مفهوش حاجات شخصية. لا، الشغل فيه عواطف وفيه personal، لان احنا بني ادمين، احنا مش روبوت. فطول ما في عنصر بشري بيدخل في البروسيس يبقى فيه عواطف. شئنا ام ابينا، بس طبعا بتكون بحدود، مش زي التعاملات الشخصية. فان انت تعرف ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش في الشغل، وتعرف ازاي تتعامل مع المواقف بذكاء اجتماعي وباتيتيود كويس محترم حتى لو انت متضايق. دي كلها عوامل تحدد فعلا قيمتك. دي كلها عوامل ترقيك وتخليك توصل اسرع. believe in yourself، دي اكتر حاجة تخليك توصل للي انت عايزه، ودي اكتر حاجة بتحدد انت. ثالث حاجة وهي حاجة انا كنت بواجه فيها انا شخصيا مشكلة، وهي ان الصمت ممكن يتفهم غلط. انا شخص listener اكتر من ان هو بيتكلم، فكنت بواجه مشكلة شوية ان كان بيبقى في حاجات كتير قوي مش عجباني، بس انا ما بتكلمش. هو انا بسمع اكتر ما بتكلم بصراحة. دي ما كانتش احسن حاجة فيا، والحمد لله الحمد لله اتطورت عندي كتير. ليه؟ لان طول ما انت ساكت يبقى انت موافق. دي خدها قاعدة. طول ما انت ساكت على حاجة يبقى انت تمام معاها. طول ما انت ما اتكلمتش يبقى انت ما عندكش مشكلة. فلازم تتكلم. لازم توضح وجهة نظرك بطريقة بروفيشنال وبأتيتيود برضو كويس. business is business. طالما انت you didn't raise a point حاجة معينة عندك فيها concern، يبقى الحاجة دي اصلا مش موجودة، اي الحاجة دي مش تتعرف. ف you have to speak to be seen. انت لازم تتكلم عشان تتشاف. حاجة وهي ان مش كل الناس هتحبك حتى لو انت ما عملتلهمش حاجة. طبيعي جدا ان انت تلاقي ناس مش على وفاق معاك في الشغل. طبيعي ان انت تلاقي ناس بتكرهك، طبيعي ان انت تلاقي ناس بتتمنى لك الأذية. بصراحة انا ما صادفتش الليفل ده من ان حد يتمنى لي. كان وارد ان هو تلاقي الحد ده عادي جدا.
مش كل الناس هتبقى نفس تربيتك، مش كل الناس هتبقى نفسيتها سليمة وقصدها خير. يعني طبيعي وارد تلاقي ده، حتى لو انت شخص كويس جدا على فكرة واغلب الناس بتشكر فيك وبتحبك، هتلاقي دايما الشخص. فما تاخدش من وقتك ومن طاقتك ان انت تحسن صورتك قدامه او ان هو يحبك، لان ده مش هيحصل. لان برضو هرجع واقول تاني، احنا بني ادمين وفي دنيا مش في الجنة، فمش هتلاقي كل حد بيموت فيك وكل الناس بتحبك. لا يعني طبيعي، ده طبيعي جدا ان انت تلاقي حد بيكرهك حتى لو انت شخص كويس جدا. اخر حاجة رقم 5، انه التعليم مش هيقف. ان انت تفضل تتعلم وتفضل تطور من مهاراتك ده مش هيوقف. برضه في فترة حسيت انه لا، انا اتعلمت كل حاجة خلاص، نميد ان انا اكمل في المكان، مفيش حاجة تانية anymore هتعلمها. طبعا الكيرف بتاع التعليم اول ما بتدخل في المكان بيكون كده، وبيبدأ ان هو ينزل شوية يتباطأ. هتلاقي على فترات ابعد انت بتتعلم حاجة جديدة، وده طبيعي جدا في اي مكان وفي اي شغل هتروحه. كل ما هتكون بتماستر وبتتقن مهامك الحالية، كل ما المسافات ما بين الحاجات الجديدة اللي هتاخدها في الشغل هتقل. ده مش الطبيعي ان هو ينزل خالص، ان هو بيطلع هاي في الاول وبعد كده بيبدأ يتباطأ. بس ما ينفعش ان هو ينزل خالص او يقف. يعني اثبت في المكان اللي انت فيه وكمل، عشان هتتعلم definitely حاجة جديدة، بس ممكن تاخد وقت. اخر حاجة حابة اقولها لكم ان انتوا be kind، خليكوا respectful لنفسكوا قبل الناس، حتى لو اللي بتتعاملوا معاهم في the same level of respect. بس خليكوا انتوا بطبيعتكم اللي انتوا اتربيتوا عليها وبالطريقة اللي انتوا شايفينها صح. حطوا boundaries وحطوا حدود، بس في نفس الوقت خليكوا friendly، خليكوا ودودين، خليكوا helpful وساعدوا الناس، مش للاكستريم. هو ان انتوا تبلد trust ما بينكم وما بين الكومباني او المكان اللي انتوا شغالين فيه. mutual trust، تبقى trust متبادلة، ان شاء الله تبقوا في اعلى المناصب في اقصر وقت. wishing you all the best لأي حد لسه بيدخل مجال الكوربريت جديد. ولو عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنت وقولولي عايزين ايه الفيديو الجاي.